بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمد السعداوي من نادي طنطا الرياضي. النهارده بعد الهزيمه بضربات الجزاء كان في تعادل، بس التعادل في بطوله الجمهوريه بيجي بعديه ضربات جزاء ترجيحيه عشان النقطه الثالثه. كابتن محمد يقول لي النهارده بعد المباراه. اولا انا بقول هارد لك لفرقه 2003 وكابتن اسلام ابو غفار طبعا مدرب محترم، وهارد لك لنادي طنطا كله جمهور نادي طنطا. مباراه هايله والله، عملوا مباراه كويسه جدا، بيلعبوا فرقه من اقوى الفرق الموجوده في الجمهوريه، فرقه انبي لها باع كبير طبعا. بسم الله ما شاء الله عليهم يا كابتن، قوه جسمانيه بسم الله ما شاء الله. بص يا كابتن، اللعيبه دي بيتم اختيارها بالنسبه للانبي وفرقه زي المقاولين والحاجات دي، متربين في الجبل، متربين في الرمل. غير طبعا القوه البدنيه ما شاء الله، يعني حاجه. بس عايز اقول برضو ان ما زالت المهاره بتغلب على الطابع البدني. الحمد لله عندنا هنا لعيبه مهاريه على اعلى مستوى، وقدرت تجاريهم لحد اخر الماتش. وطبعا هي لعبه بقى ركلات الترجيح دي ما لهاش مقياس، يعني ممكن تبقى وحش جدا في المباراه وتكسب ضربات الجزاء، بس هو واضح ان احنا مالناش بخت في ضربات الجزاء. يعني هي رعونه بتبقى قبل شيء. ما جات له واحده لمحمد رمضان في المباراه، كان ممكن يخلص بقى الماتش. محمد رمضان اصلا ما بشوفوش بيضيع. واول مره مميز، واول مره يخش بنفس النظام اللي دخل بيه ده. يعني كل ضربات الجزاء بتاعته شديده وقويه. معلش هو بقى ظروف ماتش، اختيار سوء اختيار الوقت، ظروف ماتش وتوفيق من الحارس نفسه. الحارس بتاعهم موفق، يعني مسك الكورتين في نفس الزاويه، لان هي كمان يعني ما شاء الله هو اتلعب عليه 6 ضربات جزاء، 5 راح في الزاويه الشمال. يعني هو ال5 منهم راح في الزاويه الشمال، فبرضه هو سوء اختيار من اللاعب. في نفس الوقت ان هو المفروض ان هو راى ان حارس المرمى بيروح كتير على الزاويه الشمال، فغير بقى، يعني يغير في المكان التاني. بس برضه قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله، والجايات الحمد لله القادم احسن ان شاء الله. ان شاء الله. وهارد لك كابتن محمد ان شاء الله خير باذن الله. معموره. شكرا لك يا استاذ محمد. شكرا.